في خطة استثمار اتعملت اسمها 3 فاند بورتفوليو من واحد اسمه جون بوجل صاحب فانجارد، والفكرة كلها انت تحط فلوسك في 3 صناديق استثمار، 2 منهم ستوكس، واحدة بوند. وفكرة صندوق الاستثمار اللي انت بتوزع فلوسك على كذا ستوكس، فانت بتضمن ان انت كده توزع المكاسب بتاعتك، ان لو شركة فيهم عليت او شركة فيهم موتت انت ما تتأثرش جامد قوي، وان انت كده بتعمل فلوس اكتر من 80% من المستثمرين اللي في السوق. وفي اب اسمه ثاندر اب عنده صندوق استثمار اسمها ميوتشوال سترايك، وهي في الاول وفي الاخر برضه صندوق استثمار. فانا برجح ان انت لو عايز تبتدي تستثمر ده احسن مكان تروح. توزع فلوسك ازاي؟ انت هتحط حوالي 25% من الاستثمار بتاعك في صندوق اسمه سي اي 30، و25% في صندوق اسمه اي زد اس، و50% في صندوق اسمه ام تي اف. ام تي اف ده هو فيه تي بيلز، وهي برضو نوع من انواع البوند، فهو ستيبل. وسي اي 30 واي زد اس بيحط فلوسك في الستوكس البورصه، فده كده هتبقى بتوزع